الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع الكريم، وأسأل الله الذي جمعنا هنا أن يجمعنا في ظل عرشه ومستقر رحمته، ونبارك لدار ابني الإمام إخراج هذه الكوكبة من المقرئين الكبار في محافظة الشرقية. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يكتب الله النفع على أيديهم للإسلام والمسلمين. نبارك أولا لأخينا الحبيب الشيخ محمد عبد الحكيم الذي انطلق بفضل الله عز وجل مجازا من عدة مشايخ، والآن يقرئ بفضل الله عز وجل، وهذا فضل عظيم جدا من الله عليه. وأيضا نبارك لأخينا الحبيب الشيخ الدكتور محمد السيد، وأخينا الحبيب الدكتور أحمد علي. واليوم نقدم لمحافظة الشرقية مقرئا جديدا مجازا بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة. ونقول لكم فعلا الطريق طويل، لكن في نهايته فرحة غامرة بفضل الله عز وجل، فالحمد لله. وكما قال أخي الحبيب الشيخ أحمد: من وضع قدمه على الطريق سيصل بإذن الله. أهم شيء أن تضع قدمك على الطريق. ضع قدمك على الطريق وانطلق وحلق في الآفاق، وليكن عندك همة، ستصل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل المبارك الذي ترونه أمامكم كان يأتي في الحر والبرد والصيف والشتاء يتلو ختمة تلو ختمة حتى أكرمه الله عز وجل. تخيل 10 ختمات متواصلة، لا يكل ولا يمل، عنده همة عالية مع كثرة مشاغله وكثرة أعبائه، لكنه كان حريصا على مواصلة الطريق حتى وصل اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقبله سار على هذا الطريق شيخه الحبيب الشيخ أحمد، الذي واصل الليل بالنهار والصيف بالشتاء، لا يتأخر يوما مع شدة المؤونة والتعب والإجهاد والحر والبرد، ومع ذلك واصل الطريق في 2 حتى ختم القراءات العشر إفرادا بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأحبة الكرام، أفراح تتلوها أفراح. شيخ أحمد ثم طلابه الكبار حفظهم الله، الشيخ محمد والدكتور محمد السيد والشيخ أحمد علي والشيخ إسباعي، والقائمة ما زال فيها الكثير إن شاء الله، الشيخة هدى والشيخة هاجر والشيخ أحمد رجب حفظه الله، وكثير من أحبابنا في الطريق ينتظرون إن شاء الله مواصلة المسيرة حتى يصلوا بإذن الله إلى تلك اللحظة. نحن الآن نبحث عن هذه اللحظة، اللي بدأ بحفص ثم عاصم ثم أهل الصلة ثم البصريين، وهكذا يسير قدما حتى ينتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نطيل عليكم، المشاعر يعني تختلط بين الفرح بهذا الختم وبين ذكريات مضت بحلوها ومرها، فالحمد لله. والحمد لله الذي اصطفانا لهذا الأمر وجعلنا من أهل القرآن، فنسأل الله أن نكون كذلك. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله في أخينا الحبيب المجاز اليوم الشيخ إسماعي حفظه الله، وعلى إثره قدما الشيخ محمد سباعي. إن شاء الله هذا الفرع لهذا الأصل، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى تتلو ختمات ومجازون جدد بإذن الله. بارك الله فيكم. والآن نستمع إلى آخر ختمة إفرادا من الشيخ إسباعي حفظه الله، التي يتم بها اليوم القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة. أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يكثر في المسلمين من أمثاله. وقد قرأ هذه القراءات العشر علي وعلى فضيلة الشيخ أحمد، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه، وفضيلة الشيخ محمد عبد الحكيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يكثر في المسلمين من أمثاله. وسنستمع بعد قليل إن شاء الله
إلى آخر ختمة من ختمات القراءات العشر الإفرادية التي قرأها الشيخ إسماعيل حفظه الله، ونترك له المجال بعد قليل إن شاء الله.